يعني اذا كانت الوحده حلوه كثير مثلا هيك ومهرها بصير 20 ليره ذهب مثلا. بأسعار المهر حاليا. حاليا يعني انا برايي الشاب حيصير عمره 70 80 سنه ما حيتجوز. طيب ليش؟ قديش عم يطلبوا مهر؟ هلا قد ما عم يطلبوا مهر يعني عندك اغلبيه الشباب، تمام، يعني يلي عم يدرس، يلي عم يشتغل، واللي عم يدرس بعد ما يتخرج ليلاقي شغل، عرفتي؟ واذا اشتغل له 4 5 سنين ما حيكفي حق ملبوس بدن بس لحتى يدفع المهر. يعني هي صارت أزمة عنا. يا لك طيب بالنسبة للأهل اللي عم يطلبوا مهر كتير كتير غالي وحنا عرفانين الظروف بالبلد، شو أنت حابب تقلن؟ والله يعني والله لك ما بعرف، يعني عم بيطلبوا يعني حسب النوعيه، يعني مثلا حسب البضاعه اللي عندهم مثلا ولا. يعني هي صارت هيك الفكرة، مثل كأنه بضاعة كأنه بيعة، صحيح. يعني اذا كانت الوحده حلوه كثير مثلا هيك ومهرها بصير 20 ليره ذهب مثلا، واذا كانت وسط مهرها 10، واذا كانت بشعه مهرها 5، ما يعني ما بعرف، حسب النوعيه يعني. حسب ايه، حسب الله يفرج يا رب، امين ايه. بالنهاية كل واحد بشوف بنته بتستاهل، هي المشكلة ايه إنه ما الأهل بشوفوا بناتهم بيستاهلوا، والمشكلة وضع البلد. ايه الوضع الله يفرج يعني. آمين يا رب، امين. شكرا.